ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مره تشوفوني، انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك، تشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي هتصلي بيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأمانة بيني وبينكم ليوم الدين، لو عليكي صلاة دلوقتي وقفي الفيديو وصلي، وبعد كده كملي مشاهدة الفيديو. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. فيديو النهاردة حبيبة قلبي اللي طلبت مني ميزانية 1000 جنيه في الأسبوع. أنا آسفة لأن هي طالبة بقالها يمكن 3 أسابيع. والله يا بنتي أنا ما كنتش بصور كتير، كان عليا ضغوطات كتير قوي قوي ومشاوير، ويوسف مش هنفتح قصص كده وحاجات كتير قوي. لسه قدامي فتره عقبال ما ايه، لسه في فيديو كده هفضفضه، هقول لكم على كل اللي جوايا، هفتح لكم قلبي كده واعرفكم كل حاجه جوايا. بس انا اسفه. هنبتدي بقى نقلب الكاميرا ونشوف بقى الميزانيه هنقسمها ازاي. الميزانية دي 1000 جنيه في الأسبوع ل5 أفراد، 3 أطفال في مدارس وحضانات، والزوج والزوجة. يلا بقى بدنا نبدأ الفيديو، نقول بسم الله. تعالوا بقى نبدأ الفيديو. طبعا القلم الفلوماستر ده قلم خط عربي خطاط، ده قلم خطاط اهو، خط عربي. ده جاي لي هدية على فكرة. عايزة اقول لكم نفعني جدا جدا في موضوع الميزانيات عشان خاطر الخط يبقى واضح. يعني بصوا القلم الجاف ما تعرفيش تشوفي منه حاجات كتير قوي. على فكرة دي اول ميزانية انا عملتها في القناة. ميزانية ال100 جنيه دي كانت اول ميزانية من بداياتي. فانا كل حاجة بكتبها والله يا بنات. يعني ازاي نتعلم تنظيم الوقت للمرأة العاملة، كل حاجة انا بسجلها في الكشكول ده، عشان ان شاء الله بعد ما يخلص بإذن الله كده نشوف بقى ذكرياتي فيه. تمام، نسمي الله كده ونفتح صفحة جديدة كده ونقول بسم الله. تمام، احنا عايزين نعمل ميزانية 1000 جنيه في الأسبوع، 5 أفراد. طيب كل حاجة يا بنات لازم تكون مكتوبة. ثانية واحدة كده نميل شوية الكاميرا عشان كل حاجة تبان. معانا دلوقتي الفلوس اهي، دي 1000 جنيه. تمام، دي 1000 جنيه بتاعتنا اهو. انا اللي مقسماها خمسينات، هقول لكم ليه الاربع خمسينات دول موجودين. طيب هنكتب كده 1000 جنيه، ماشي، 1000 جنيه، ونطلع كده كذا بند منها. انا دايما اي ميزانية يا بنات لازم اقسمها عندي لبنود. انا هقسم كام بند معايا؟ 5 بنود. اول بند معايا اللحوم، تاني بند هنقسم الخزين، ودي من البنود الاساسية. تمام، تالت بند الفطار والعشاء، بما ان ده من اكتر البنود اللي بتاخد من ميزانيتنا كتير، والخضار والفواكه. تمام، هي عندها تموين وعندها كل حاجة. تمام، ربنا يزيدها يا رب. واخر بند بما ان اولادها، بتقولي اولادها بيروحوا المدرسة، اللانش بوكس. ايه ياسمين، هو اللانش بوكس بقى دلوقتي من البنود؟ ده بقى بند اساسي، الاساسي عندنا دلوقتي. طيب هنقسم ازاي يا بنات؟ بند اللحوم 200 جنيه، 200 جنيه. طيب عندك اختيارين، يا اما تجيبي بال200 جنيه كلهم لحمه مفرومه، يا اما تجيبي بال200 جنيه كلهم بانيه. اختاري. يا اما تجيبي ب100 جنيه بانيه، هنقول مثلا ب100 جنيه بانيه، وب100 جنيه مثلا دبابيس فراخ. وانا برجح لك الاختيار ده، يا اما تجيبي بال200 جنيه كلهم مفروم، يا اما تجيبي بال200 جنيه 100 جنيه بانيه و100 جنيه دبابيس فراخ، او 100 جنيه قطعيه شاورما. شوفي بقى انت عايزه تجيبي ايه. ليه كده؟ عشان البانيه ده هنفرمه، او قطعيه الشاورما بتبقى ارخص بكتير، فانت هاتي قطعيه الشاورما احسن، افرميها. وهاتي العيش اللي انا قلت لكم عليه يا بنات اهو، اللي انا بنشفه، كل ما بيتبقى حاجه بنشفها.
وبحمصه في الفرن عشان يبقى طعمه حلو، وبفرمه وبطحنه في المطحنه. تمام. وبضيف عليه شويه بهارات، زعتر، توم باودر، بصل باودر، معلقه من الملح المبهر، وبحطه في الكفته. بعمل كفته فراخ بتبقى طعمها حلو قوي. تعملي ناجتس، الناجتس هينفعك في الفطار في الغدا، وهينفعك في اللانش بوكس كمان. دبابيس الفراخ انا محتاجه شوربه، لازم ندور على حاجه نطلع منها شوربه يا بنات، يا اما مواسير، يا اما دبابيس فراخ، يا اما اجنحه، يا اما لحمه، قطع لحمه. فانا بدور على حاجه عشان الدبابيس الفراخ اعملها في اكله، والشوربه استغلها في طبخه تانية. يبقى انت كده معاكي 200 جنيه لحوم. هيكفوا 5 افراد يا ياسمين؟ هيكفوا باذن الله 5 افراد. ومش قادره اقول لكم والله العظيم يا بنات، لو عملتي في يوم دبابيس ب 100 جنيه، هاتي مثلا 5 دبابيس، كل واحد فيكم دبوس، مع بقى بطاطس بقى، مع بطاطس ني بتبقى طعمها حلو قوي. ودي هتعملي بقى العيش والبصل والفلفل والجزر والحاجات اللي انت هتبشريها مع الكلام ده كله، هيكتر لك ويضاعف لك. تقدري تعملي برجر، تقدري تعملي جنب البرجر كل واحد مثلا 2 برجر، هيبقى حلو قوي. وممكن تعملي طبق كفته هيبقى حلو. هتقدري تعملي من الوجبه دي وجبتين و3، وممكن تكتريه بالرز وتعملي كفته رز، هيبقى خطير. طيب هنخش على تاني بند يا بنات، بند الخزين. بند الخزين يا بنات، طبعا مفيش مكان فهنضطر ان احنا نكتب من تحت بند الخزين. طيب هنجيب حاجاتنا الاساسيه اللي هو ايه؟ الرز، تمام، الشعريه، المكرونه، تمام، وايه تاني؟ التوابل، وهنجيب اللهم صل عليك يا رسول الله، وهنجيب العدس الاصفر، وممكن نجيب كمان فاصوليا بيضة او لوبيا. طيب هنقسمهم بقى ازاي يا بنات؟ انا هحتاج في البند ده 150 جنيه بس يا ياسمين. بس هقول لكم هنعمل ايه. 50 جنيه رز. اكيد هيجي عليكي وقت وتجيبي عيش، فهندور على اكلات بالعيش، زي المسقعه، زي العدس، زي البصاره. الحاجات دي نحطها في اساسيات كده في الاسبوع بتاعنا جنب المكرونه. وهنجيب رز، فهجيب 50 جنيه رز ان شاء الله يا رب، يطلع كيلو ونص، يطلع 2 كيلو، يطلع 2 كيلو ونص، هتجيبي بال50 جنيه بس. وهتجيبي ب10 جنيه شعريه، تمام، وهتجيبي ب20 جنيه مكرونه. هنجيب بالفلوس، مفيش حاجة اسمها كيلو ونص كيلو وربع كيلو. هتروحي عند العطار، انا عايزة ب50 جنيه، انا عايزة ب10 جنيه، ادي كده 60، انا عايزة ب20 جنيه مكرونة، ادي 80، تمام. وهتجيب 30 جنيه توابل عشان تعملي الملح المبهر. هتجيب 10 فلفل اسود، 10 كمون، و5 اللهم صل عليك يا رسول الله كزبرة، وب5 جنيه ملح، ده عشان تعملي الملح المبهر. طيب هتجيبي ب20 جنيه كده يا بنات، 50 و50 100، ادي 110، فاضل 40 جنيه. ال40 جنيه 20 جنيه عدس اصفر، و20 جنيه فاصوليا. دي طبخه ودي طبخه. وقلتلك ازاي تضاعفي العدس الاصفر بالرز عشان خاطر الطبخه تبقى كبيره وتكفي ال5 افراد يا بنات. كده عندك الاساسيات كلها، دول كده ب150 جنيه الخزين. هنخش على بند اللهم صل عليك يا رسول الله، الفطار والعشاء. البند اللي بعديه الفطار والعشاء. طيب هنعمل ايه بقى في الفطار والعشاء يا ياسمين؟ صلى على رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم. البند ده ب200 جنيه يا ياسمين، الخزين ب150 والفطار والعشاء ب200، لان ده اكتر حاجه بتهلك الميزانيه، الفطار والعشاء. هتجيبي ايه يا ست الكل؟ هتجيبي 20 جنيه فول التدميس، ب20 جنيه فول مدشوش للطعميه، زائد 5 جنيه خضره، ما تنسيش الخضره، تمام. هتجيبي ايه كمان؟ ادي كده 40 جنيه. هتجيبي نص كيلو
جبنة قريش 45 جنيه. تمام، حوالي 45، هي ب80 عندي وب85، وانا بجيب بصراحه الجبنه الرايبه الكيلو ب60 جنيه، بجيب نص ب30. تمام كده هنحسب 20 دي كده 45 جنيه، كده 90 جنيه، فاضل على 90 جنيه 110. هنجيب بيهم ايه؟ كيلو لبن. كيلو اللبن ب35 جنيه، ب10 جنيه بليله. تمام، هتجيبي 5 بيضات، ال5 بيضات ال5 في 6 30 جنيه. كده نحسب 40 و35، ادي اللهم صل عليك يا رسول الله 75 و25 كده 100 جنيه لحد هنا، كده 100 جنيه. يعني هنا قلنا كام؟ هنا 40 و35 ادي 75 وهنا و25 ادي 165 يا بنات. فاضل 35 جنيه، هنجيب بيهم ايه ال 35 جنيه؟ هنصلي على النبي، هنجيب بتنجان عشان نعمل مسقعة، وعشان نعمل بابا غنوج، وهنجيب بالباقي بطاطس. بس كده، مش اكتر من كده. ده يعني ده ما شاء الله اللهم بارك هيكفيك الاسبوع كله والله العظيم يا بنات، يعني كل ده هيكفيك الاسبوع كله. طيب انت ليه يا ياسمين ما كتبتيش في الخزين الزيت والكلام ده كله؟ هي معاها تموين. لو معهاش تموين هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. تمام، لحد هنا كده وصلنا للفطار والعشاء. نخش بعد كده البند الخضار والفاكهه. ده 150 جنيه، 50 جنيه فواكه، وال100 جنيه خضروات. طبعا الخضروات اللي هي ايه يا بنات؟ البصل، كيلو البصل اساسي. تمام، و2 كيلو طماطم اساسي. تمام، والبطاطس. دي 3 حاجات دول يا بنات، يعني 3 حاجات اساسيين ما يخلاش اي ميزانية منهم، البصل والطماطم والبطاطس. زودي بقى بال100 جنيه، شوفي انت هتقدري تجيبي بيهم ايه. هتجيبي مثلا كيلو سبانخ ب15 جنيه، حلو قوي قوي. هتجيبي مثلا كيلو قلقاس ب25 جنيه. شوفي اي خضار رخيص وهاتيه، هينفعك في الاسبوع ده. معاكي 150 جنيه، هاتي ب50 جنيه فاكهة، والباقي هاتي بيهم الخضار. نصلي على رسول الله. هناخد اللانش بوكس، وما ادراكم ما اللانش بوكس. اللانش بوكس بقى يا حلوين هيبقى ب150 جنيه اساسي. كيلو دقيق. تمام، ايا كان بقى هنقول ب20 جنيه. تمام، اساسي كمان 5 بيضات، 5 في 6 ب30. تمام، 5 في 6 ب30، ده اساسي. هتجيبي برضو لللانش بوكس، هتجيبي نص كيلو جبنة. نص كيلو الجبنة قلنا ب45 جنيه، كده 95. تمام، كده هيتفضل كام من ال95 يا بنات؟ هيتفضل 55 جنيه. 55 جنيه يا بنات هنعمل بيهم ايه؟ بصوا بقى، عندك بطاطس تجيبيها. تمام، بطاطس. عندك ايه تاني؟ عندك مثلا اللهم صل عليك يا رسول الله، ممكن تجيبي هنا الكو اللي هو القالب بتاع اللانشون، اللي هو بكام يا بنات؟ اللي هو ب25 جنيه. تمام، تجيبي الحاجتين دول، يوم تعملي مثلا اللهم صل عليك قرص وتحطيها في اللانش بوكس. يوم تعملي مثلا بيض وتكتريه بقى باللانشون وكده، تعملي بيض باللانشون وتحطيه سندوتشات. يوم تعملي جبنه، يوم تعملي سندوتشات بطاطس مهروسه، يوم تعملي سندوتشات بطاطس. الفول اللي عندك انت عامله نص كيلو اللهم بارك فول، وهتعملي نص كيلو طعميه، ممكن تقلب طعميه وتعملي فول وتحطيه في السندوتشات، هيبقى حلو قوي 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 يا بنات.
وهو اصلا المدرسة 5 ايام في الاسبوع مش قصة. فانا شايفة ان ده مناسب جدا جدا لللانش بوكس. تمام. في اخر حاجة 50 جنيه. ال50 جنيه دي هنعمل بيها ايه؟ فشار ب10 جنيه مثلا. نجيب جوافة للعصير. تمام. مثلا نجيب مثلا كيس توفي للأطفال. تجيبي مثلا اي حاجة بقى، يعني شوفي اي حاجة تقدري تجيبيها لهم، حاجة حلوة تحطي لكل واحد منها مثلا حاجة. ممكن تعملهم في يوم فشار، يوم فنكوش، يوم مثلا اللهم صل على النبي تحط لهم تمر. التمر ده اساسي 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 يا بنات. البلح والكلام ده كله، البلح رخيص الكيلو ب10 جنيه. لو تجيبيه وتحطي كل واحد في اللانش بوكس بتاعته 3 بلحات جنب السندوتشات، حلوة قوي قوي قوي. فممكن ال50 جنيه تجيبي بهم فشار، وتجيبي بهم جوافة للعصير، وتجيبي مثلا بدل التوفي تجيبي بلح. هيبقى حاجة حلوة مسكرة ومفيدة جدا 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 للأطفال يا بنات. وممكن بالدقيق مثلا تاخدي بيضة أو بيضتين وتعملي لهم صينية كيكة، تبقى حلوة قوي برضو. تحط لهم في اللانش بوكس كيك. نوعي معاكي كيلو دقيق، الكيلو دقيق كله خير. قرص، باتيه، كيك، فينو، عيش شامي، كل حاجة ممكن تقدري تعمليها من كيلو الدقيق ده هيوفر معاكي جامد جدا جدا في اللانش بوكس بتاعتك. بس كده يا حلوين، هي دي بقى الميزانية بتاعت النهاردة. طب تعالوا نحسب كده الفلوس. 50 و200 جنيه، 200 و150 350، 350 و200 550، 550 و150 700 جنيه، 700 جنيه و200 900 جنيه. هيتبقى معاكي 100 جنيه. ال100 جنيه دي يا بنات وفر الوفر. ال100 جنيه دي هنعمل بيها ايه؟ هنطلع منها الصدقة. تمام. دي اهم حاجة، دي اول حاجة تعمليها قبل ما تبتدي بالميزانية كلها. هتطلعي من ال100 جنيه دي صدقة، والباقي يتطبقوا كده زي الشطورة الأمورة، يتشالوا فين؟ في البوك ده. البوك ده يا بنات بيشيل ما شاء الله كتير قوي قوي قوي. يعني خليه كده صديقك الصدوق، تمسكيه كده تشيلي بقى جوه ال100 جنيه دي. ناقصه طبعا الصدقه، نشيل منها الصدقه، والباقي نحطه كده في البوك بتاعنا ونخفيه تماما. ده بوك التوفير اهو. تمام. تشيليه بقى كده على جنب. كل اسبوع زوجك يديكي المصروف تعملي نفس الحكايه، تقسمي المصروف بنفس التقسيمه دي بالظبط. هتغيري شويه بنود، مثلا تغيري في اللحوم، تغيري في الخضار، تتغيري ببند العشاء في اللانش بوكس. كل اسبوع تعملي لاولادك حاجه مختلفه. بس كده يا حلوين، هو ده فيديو النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا واستمتعتوا واستفدتوا ولو بمعلومه صغيره. لايك من ايديكم الحلوه، اشتراك في القناه لو لسه مش مشتركين، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي. واشوفكم على خير، فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه. صلوا على النبي في الكومنتات عشان ربنا كده يكرمنا ويرزقنا ويزيد كده قناتي باذن الله خير وبركه. اشوفكم على خير. مع السلامه. باي باي.